تخيل معايا كده كائن وزنه اكبر من طياره ركاب، طوله بيوصل ل 30 متر، يعني قد عماره مثلا 10 طوابق، ومع كده عايم في الميه اكنه عايم على عوامه بالظبط. مش بنتكلم عن كائن خيالي، احنا بنتكلم عن الحوت الازرق، اضخم كائن على وجه الارض. بس السؤال اللي بنساله لنفسنا دايما هو ازاي الكائن ده رغم الضخامه اللي فيه دي ومش بيغرق؟ اول حاجه لازم نعرفها قانون الطفو اللي حطه ارخميدس. القانون بيقول بالمعنى الحرفي ايه؟ اي جسم بيغمره سائل بيتعرض لقوه دفع لفوق تساوي وزن السائل اللي زاحه الجسم. سوري انا هفهمك بكل بساطه، يعني لو الجسم حجمه كبير ووزنه متوزع هيزق كميه ميه تقدر تشيله فهيطفو. والحوت الازرق بقى بحجمه المهول ده بيزق كميه ميه وزنها بيساوي وزن جسمه، فالمحيط بيضطر يدفعه لفوق وده بيمنعه من الغرق. وعلى فكره في عامل مهم قوي اللي هو الكثافه. الحوت على فكره مش تقيل بالشكل اللي انت متخيله، جسمه اغلبه اصلا ميه ودهون وعظمه مش صلب زي الحيوانات البريه كده. الكثافه العامه لجسمه قريبه جدا من كثافه الميه وده بيخليه يطفو اسهل. يعني جسمه كبير بس خفيف مقارنه بالحجم اللي هو فيه، يعني زي البالونه كده حجمها كبير بس جواها ايه؟ هواء. وفي حاجه برضو لازم انبهك عليها، الدهون اللي في جسمه كتير جدا، عامله شبه جاكيت الانقاذ بالظبط. الحوت الازرق عنده طبقه سميكه جدا من الدهون بتوصل ل 30 سم تحت الجلد. الدهون دي بقى خفيفه عن الميه وبتخزن طاقه وبتحفظ حراره الجسم كامله، وكمان بتساعده انه يطفو. وفي عامل كمان مهم جدا اللي هي الرئه. الحيتان يا جماعه بتتنفس هواء مش بتاخد اكسجين من الميه زي السمك. رئه الحوت ضخمه جدا بس الغريب انه قبل ما يغوص بيطرد حوالي 90% من الهواء الموجود فيها. ليه بقى؟ عشان يقلل الطفو ويقدر يغوص بعمق من غير ما الميه تدفعه لفوق تاني، فاهم؟ يعني الحوت بيتحكم في عمقه بمجرد انه يتحكم في كميه الهواء اللي في جسمه بس. ومع كل ده بقى تصميمه الانسيابي الجميل اللي شكله تحفه. جسم الحوت شكله انسيابي جدا شبه الطياره من غير جناحات، الزعانف بتساعده يتحرك بسهوله، والديل كمان بيتحرك لفوق وتحت بقوه وثبات، وده بيخليه يقطع مسافات طويله جدا في المحيط من غير ما يبذل اي مجهود. خلاصه الكلام، الحوت الازرق ما بيغرقش لانه بيدفع كميه ميه تكافئ وزنه. وتاني نقطه، كثافه جسمه قريبه جدا من الميه فمش بيتشد لتحت. وتالت نقطه ان الدهون بتساعده يطفو لفوق. رابع نقطه، بيطرد الهواء من جسمه قبل الغطس عشان يتحكم في العمق بتاع جسمه. خامس حاجه بقى، جسمه مصمم بشكل انسيابي عشان يتحرك بسرعه جوه الميه. يعني هو مش كبير بس، لا هو كبير وذكي. وفي الاخر عايز اقول لك حاجه، ان الحوت الازرق كائن ضخم بس متصمم بعنايه وبتركيز، وسبحان الخالق بجد يحسسك انه بيفهم في الفيزياء اكتر مننا. لو حبيت الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، وكون نهايه حلقتنا النهارده، واشوفك في فيديو جاي. مع السلامه.